منين حضرتك انها بنتي؟ ساعة الحادثة قالت لنا على اسم حضرتك وانك شغال في امن الدولة. يا ريت تدعي لها بعد اذنك. يا رب. هايدي بنتي مالها يا شيخ؟ انا على فكره ماليش ذنب والله. انا نزلت السوبر ماركت اجيب حاجات وبعدين طلعت من السوبر ماركت ما لقيتهاش. انا مش وحشتني يا ادم، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انت ايه اللي جابك؟ انا اللي جبتها يا ادم. تاني يا نانسي؟ تاني، لاني اتاكدت ان دي انسانه بتحبك بجد، وانا عارفه ومتاكده هي قد ايه وحشاك. يبقى ايه بقى؟ شكلي ولا وحشاه ولا حاجه. يا سلام، ده انا كنت هموت واشوفك يا هبله. بصي، انا خايف عليك يا هنا، خايف رجلك تيجي معايا في الموضوع الزفت ده. انا عايزه رجلي تيجي في الموضوع ده، انا عايزه افضل جنبك واخد بالي منك. طب واهلك؟ ما هو ده بقى الموضوع اللي المفروض نتكلم فيه. التحليل ده معناه انك اب لطفل. اب. انا ما بخلفش. الادويه جابت نتيجه يا سيف الحمد لله، والتحليل الجديد للسائل المنوي بتاعك بيقول كده وبيأكد كده. انا اتعالجت. انا قلت لك قبل كده مفيش حاجه بعيده على ربنا. لا، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. مالك يا سيف؟ مش ده اليوم اللي بتتمناه طول عمرك وكان نفسك تبقى اب؟ اب؟ ايوه اب. انا مقدر طبعا انك فاقد توازنك بالفرحه. قتلت ابني. قتلت ابني. انا حيوان، انا مش طبيعي. لا، في حاجه مش مظبوطه. اتاكد تاني. انت دلوقتي لازم تروحي قبل ما الدنيا تليل. مش مروحه يا ادم. انت ليه مش عايز تصدق ان انا هموت نفسي لو مشيت من هنا؟ هنا وحياتي عندك كفايه، انا مش حمل منهده، انا تعبان يا هنا. خلاص يبقى ريح نفسك واتجوزني. تاني يا هنا؟ ادم انا عندي 21 سنه، يعني مسؤوله عن نفسي وممكن اتجوز. بصي يا حبيبتي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه، لان انت بكر والبكر بتحتاج معاها ولي. حتى حبيبتي لو ينفع مش دلوقتي. وبعدين يا حبيبتي لو جبنا مأذون هياخد بياناتي عشان الاجراءات، وساعتها يعرفوا انا مين ويبلغوا عني واتمسك. يرضيك يا هنا اتمسك؟ مش خايف عليا؟ بعد الشر عليك يا ادم. طب يا حبيبتي يبقى دلوقتي تقوم تروحي. هو انت بتاخدني على قد عقلي يا ادم؟ هو انا عيله صغيره؟ امال اقول لك ايه يا هنا؟ ما انت مش عايزه تفهمي. انا لو عملت كده هبقى في نظر نفسي انسان واطي واناني. ما ينفعش ابوظ لك مستقبلك معايا. يبقى انت ما بتحبنيش وبتتلكك باي حاجه يا ادم. ما تستفزنيش يا هنا، انت اكتر واحده عارفه انا بحبك قد ايه، ما تستعبطيش. خلاص انا موافقه ومستعده اتجوزك واروح معاك في 60 داهيه. برضه ما ينفعش يا هنا. مش انا يا هنا، مش انا اللي هضيع لك مستقبلك. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيا. وفيها ايه يا ادم؟ فيها ايه يا ادم؟ انت يا نانسي اللي بتقولي كده؟ انت بتتكلمي جد يعني؟ مش فاهمه قصدي ايه؟ لا فاهمه. انت اللي مش فاهم. مش فاهم ان الانسان بيعيش مره واحده بس. حلوه وحشه صعبه سهله، هي مره واحده بس. بني ادم اللي يلاقي الحب بجد وما يمسكش فيه بايديه واسنانه يبقى غبي. انت مشكلتك دي ممكن تتحل، ربك قادر يحلها لو اتحلت بقى. وساعتها ما لقيتش هنا جنبك هتبقى مرتاح؟ ولما انا اظلمها دلوقتي هبقى مرتاح؟ ومين قال لك انك هتظلمها معاك يا ابن اختي؟ ده بقول لك تفاءلوا وتجدوا، مش انت اللي علمتني التفاؤل يا ادم؟ فاكر؟ ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. مش انت اللي علمتني دي؟ مش انت اللي كتبت بايدك؟ لا ادم، اتوكل على الله يا ابن اختي وخليها على البركه كده، واكتب عليها عرفي. عرفي؟ طالما في شهود واشهار يبقى حلال بالظبط. وانت ظروفك دلوقتي ما ينفعش انك تكتب فيها شرعي. يعني انتوا شايفين كده؟ ايوه. انا بقى مش شايف كده، وكلامي انتهى. والله العظيم اموت نفسي بجد.
انا كده كده كنت خارج، كانت كلها مساله وقت واجراءات، والحمد لله ان ظهرت براءتي، وهرجع ارفع قضيه بالتعويض على الجريده المعفنه بتاعتك دي. بعد اذنك يا بابا. استني هنا، كلمه بابا دي ما تنطقيهاش تاني على لسانك، لان خلاص انا من النهارده اتبريت منك، ولولا ان الناس عارفه انك بنتي انا كنت رميتك في الشارع رميه الكلاب، لكن للاسف الناس هتاكل وشي لو عملت كده. الحاجه الوحيده اللي اقدر اسمح لك بيها اوضتك بس اللي تفضلي قاعده فيها، لكن اكلك شربك مصاريفك انت اللي تحمليهم يا صحفيه يا ناشطه. ولعلمك الخاص اي شغب هتشتركي فيه تاني انا هسيبهم ياخدوكي. انا مش محتاجه مساعده من حد، وعموما القضيه لسه ما خلصتش، كل الحكايه انك خرجت بكفاله، يعني التحقيق لسه مستمر. انت بتتحديني؟ انا بوريك الحقيقه اللي انت مش شايفها، ومن ضمنها اني كبرت وما بقتش محتاجه لك. البنت دي شكلي هموتها. معلش يا منيب، حقك عليا، امسحها فيا انا بقى المره دي. ودي حاجه تتمسح؟ دي حاجه هتفضل في دماغي طول العمر. دي بنتي تعمل فيا كده، تحبسني؟ أنا مبسوطة قوي إن آدم وهنا بقوا مع بعض تاني. أول مرة أحس إني عرفت أعمل حاجة تفرح آدم بجد. ألف مبروك يا ستي، وعقبالك. إيه اللي أنت قلته ده؟ إيه اللي أنا قلته ده؟ قلت الكلام العادي اللي لازم يتقال لأي واحدة صغيرة وزي القمر زيك. بس أي واحدة مش أنا. ومش أنت ليه؟ هو مش برضه هنا في قلب ومشاعر وأحاسيس، ومن حقك تعيش ويبقى عندك أسرة وبيت؟ لا، أنا قفلت قلبي على جو خلاص، ما ينفعش أحب تاني أصلا. مين بقى اللي قال كده؟ أنا بقول لك كده. وأنا بقول لك إن أنت بتقولي كده لمجرد إن أنت قافلة الباب. جربي كده تفتحي الباب وشوفي بنفسك طابور العرسان اللي هيكون واقف لك عليه. أنا في إيه وأنت في إيه بس يا أمير؟ يا نانسي، هي الدنيا كده، الحلو اللي فيها بيمر وكمان الوحش اللي فيها بيمر. عموما لو في يوم من الأيام فكرتي تفتحي الباب هتلاقيني أنا أول واحد واقف لك عليه. يا دكتور خير؟ فات الحمد لله والخطر زال. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. احنا ممكن ندخل نشوفها دلوقتي يا دكتور؟ ممكن، بس في مشكله. مشكلة ايه؟ مشكلة ايه يا دكتور؟ في ايه؟ بنتكم للاسف مش هتقدر تمشي على رجليها تاني. يعني ايه بنتي؟ بس يعني ايه بس بنتي؟ اسكتي خالص. الاصابه جت في العمود الفقري ومحتاجه عمليه ضيقه جدا، ودي ما بتتعملش هنا. امال فين يا دكتور؟ في لندن، هناك عندهم اجهزه حديثه ممكن تساعد بنتك ان ترجع تمشي على رجليها تاني لو الحاله امكن علاجها. لو الحالة امكن علاجها؟ يعني الحالة ممكن ما تتعالجش يا دكتور؟ احتمال، والشفاء من عند ربنا. يا حبيبتي يا بنتي بس يا حبيبتي. خلاص يا دكتور. طب راسلهم انا مستعد اسفرها بكره الصبح. بس العمليه دي مكلفه شويه. مكلفة قد ايه يعني؟ حوالي $100,000، يعني بالمصري تقريبا 600,000 جنيه. 600,000 جنيه؟ ده على اقل تقدير. ماشي يا دكتور، انا هحاول اتصرف. هبيع شقتي وعربيتي وهدومي وكل حاجه، بس هي تمشي يا دكتور. ربنا يسامحك. بعد اذنك. انت السبب. انت السبب. منك لله. اشوف فيك يوم يا شيخه. قول من وشي. يعني ايه يا مهنا البنت تخرج من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي وانت قاعده انت وامك وما تعملوش اي حاجه؟ والنبي يا اخويا هو ده اللي حصل، هي قالت لي رايحه مشوار لغايه الكليه وراجعه على طول. لا اكيد البنت حصل لها حاجه. يا ساتر يا رب، ربنا يجيب العواقب سليمه يا اخويا. موبايلها مقفول. ما انا عماله اتصل بيها من الصبح والتليفون مقفول ما بيردش. يوه انت هتقلقنا ليه يا عبيد؟ تلاقيها راحت هنا ولا هنا مع واحده من صحباتها، ولا تلاقي تليفون قطع شحن.
ايوه حتى لو كان ده حصل المفروض تكلمنا وتطمنا عليه. لا انا ابتديت اقلق على البيت. يا ساتر يا رب. مبروك. الله يبارك فيكي. تعرفي انا لغايه دلوقتي حاسس ان انا بحلم، مش مصدق ان احنا اتجوزنا. لا صدق يا ادم، احنا عملناها بجد. يا خوفي من بكره. طول ما احنا مع بعض ما تخافش من حاجه خالص مهما حصل. نفسي اعرف بس انتي بتفكري ازاي؟ واحد زيي في ازمته المنينه دي مفيش ولا واحده تفكر ان هي حتى تقرب منه مش تتجوزه. ده لما تبقى الواحده دي بتفكر بعقلها وبتحسبها بالورقه والقلم. امال انتي بقى بتفكري ازاي؟ بفكر بقلبي وما بحسبهاش خالص. يا ادم الجواز نصيب. نصيب. الغريب ان انا بقيت اسمع الكلمه دي اكتر من بسمع اسمي. نصيب فعلا، كل شيء نصيب. بصي يا هنا، انت عارفه انا بحبك قد ايه، والكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يضايقك. هنا مش معنى ان احنا اتجوزنا يبقى انا هسمح باي حاجه غلط تحصل ما بيني وما بينك. حاجه غلط؟ ايوه حاجه غلط. هنا انت لازم تفضلي زي ما انت، يعني انا مش هلمسك. احنا متجوزين يا ادم. ما انا عارف ان احنا متجوزين، جواز ناقص، جواز عرفي من ورا اهلك، وانا ما كنتش عايز كده. ده غير المصيبه اللي انا فيها اللي مش عارف لها اخر. انا قسما بالله انا كان نفسي اعمل لك احسن فرح في الدنيا، واجيب لك احسن بيت، واخليكي اسعد عروسه، بس الله يلعن ابو الظروف اللي بتعمل فينا كده. مين قالك اني مش اسعد عروسه؟ هي الشقه والفرح هما اللي هيخلوني مبسوطه. يا ادم انا مبسوطه طول ما انا جنبك ومعاك، وربنا ان شاء الله هينصرك وتبان الحقيقه. يعني انت مش زعلانه مني؟ خالص، انا بحبك يا ادم. سامحني يا رب، سامحني ما عرفتش احافظ على النعمه اللي اديتها لي، بس غصب عني، غصب عني والله. يمكن ده يكون عقاب عشان ظلمت حد، بس انت عارف يا رب ان انا بكره الظلم وعمري ما ظلمت حد. بس سكت على الظلم، ولسه ساكت لحد دلوقتي، والسكوت على الظلم ظلم. يا رب عاقبني انا، خدني بس اشفيني بنتي يا رب، يا رب يا رب. مساء الخير يا هشام بيه. اهلا يا باشمهندس. ها يا باشمهندس، وصلتوا لايه؟ وصلنا العنوان الالكتروني للشخص اللي عمل ابلود للفيديو اللي فيه الراجل الامريكي. انا ما يهمنيش العنوان الالكتروني، انا عاوز اعرف عنوانه هو. ما احنا من خلال العنوان الالكتروني رصدنا مكان الراجل وعرفنا هو فين. يعني معاك العنوان؟ ايوه، هذا العنوان ساعتها. اتفضل.
متشكر يا باشمهندس. لا شكرا على الواجب، ده شغلي. اتفضل. الله، مالك يا مرزوق من ساعة ما جيت وانت مش على بعضك؟ بصراحة يا جماعة أنا جات لي فرصة إن أبقى ضابط شرطة. الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. طيب ده خبر يجنن. وأنا مش هينفع أبقى ضابط شرطة طول ما إحنا مخطوبين. ليه يا مرزوق؟ يعني عشان قضية عم أمين الله يرحمه وموضوع آدم ده كمان. وايه دخله ده بموضوعك؟ ما هو ما ينفعش حد يتعين ضابط شرطة يكون حد من قرايبه أو نسايبه عليه سابقة أو قضية مخلة بالشرف. واضح كده ان انت جاي وناوي تفشكل الموضوع يا مرزوق. أبدا والله، أنا بس محتار ومش عارف أعمل إيه. بس انا عارفه هعمل ايه يا مرزوق. دبلتك اهي واعتبر اللي بينا انتهى. أنت متسرعة كده ليه يا بط؟ أنا جاي عشان نتناقش. نتناقش في ايه؟ ها؟ هو خلاص انا واهلي بقينا وصمه العار الوحيده اللي واقفه قدام مستقبلك؟ لو مش قادر تاخد قرارك انا خدتهولك، واعتبر الموضوع خلاص بقى، ده بقى موضوع عيال. شايفة طريقتها؟ معلش يا مرزوق اعذرها، مساحه فيا. أنا بحبها يا سامية والله، بحبها وشاريها وغالية عندي قوي، بس مش عارف أعمل إيه. بص يا مرزوق، روح شوف مستقبلك وما تربطش نفسك بينا. انت مالكش ذنب تدفع تمن غلطه انت ما عملتهاش، واحنا بقى لينا ربنا. فتشوا لي المكان ده وحرزوا لي كل الاجهزه والعرضات. خير يا باشا، خير. انت مين؟ انا سيد جيجا صاحب المطرح. سيد جيجا حبيب قلبي يا ابو سيد. طب يلا بقى حبيب قلبي عشان هنروح مشوار مع بعض. مشوار فين يا باشا؟ يلا يا انت هتصاحبني، يلا خده. سامحيني يا سام، أنا عارف إني غلطت في حقك، عارف إني اتهمتك بالظلم والخيانة، وعارف إن أنا قتلت ابننا بإيديا. سامحيني أرجوكي. بعد كل اللي بتقوله ده عايزني اسامحك؟ أنا كنت زي المجنون، ما كنتش شايف قدامي. انت لو حطيت نفسك مكاني ولو للحظه واحده كنت عملت قد اللي انا عملته مليون مره. بس بعد النتيجه ما بانت واتاكدت من تحاليل ان انا خلاص اتعالجت وبقيت مخلف، عرفت ان انا ظلمتك، ظلمت نفسي، قتلت ابني. سام انا جاي لك قدام اهلك عشان انا اصلح غلطتي، ارجوكي. مش سهل كده، جاي في لحظة وعايز ننسى. هننسى سوا. كنا سوا على المرة قبل الحلوة، لكن انت خنت عمري وربنا شاهد عليا. سام انا بحبك، يعني مش ممكن اخون. الخيانة مش لازم تكون مع واحدة. انت خنتني يوم ما اتهمتني في شرفي، يوم ما ظلمتني واتجنيت عليا. انت لو بتحبني بصحيح زي ما بتقول كنت حسيت بيا، كنت حسيت بمشاعري. انت ايه يا اخي ما بتحسش؟ سهام قدري موقفي، انا كنت عامل زي المجنون مش شايف قدامي. انت اكتر واحده في الدنيا دي كلها عارفه ان قد ايه موضوع الخلفه ده بيتعبني. خلفة؟ انت ليك عين تتكلم عن الخلفة؟ انا كرهتك وكرهت الخلفة واللي بيخلفوها. حرام بقى، كفايه. سام انا عايز اقول لك على حاجه، انا خلاص اتعالجت. على فكره يا عمي، انا لسه جاي من عند المأذون دلوقتي حالا. انا رضيت سهام تاني عشان نرجع بيتنا ونعمل الاسره اللي كنا بنحلم بيها طول عمرنا. سامحيني بقى عشان خاطري. لا يا سيف، يمكن كان قبل اللي حصل كان ممكن، انما دلوقتي لا. انا لا عايزاك ولا عايزه اخلف منك. انت ايه ما تفهمش؟ بعدين يا بنتي استهدي بالله امال. يا بنتي جوزك عرف غلطته وجاي عشان يعتذر لك ويرد لك كرامتك. وابني اللي قتله بايديه هيقدر يرجعه لي؟ انت ليه قاسي عليا بالشكل ده؟ القسوه دي اتعلمتها منك. لازم تسامحيني،
اعتبر ليها فرصه اخيره. يا ما سامحتك، لكن مفيش فايدة، مفيش فايدة. سامحتك من ساعة ما زورت التحاليل، ولا ناسي؟ سامحتك ساعة ما اتهمتني ان انا عاقر وقعدت تتفرج عليا وانا باخد ادوية تضرني عشان تداري نقط ضعفك. ما فكرتش ساعتها غير في نفسك. انت ليه مش عايز تنسي الموضوع ده؟ لانه ما يتنسيش. غلطت ان انا استمريت معاك بعدها. كان لازم نتطلق، عشان يمكن لو كان حصل ده ما كانش حصل اللي بيحصل لنا دلوقتي. انت عارفه ان كانت ظروفي كلها متلخبطه. الحمد لله كل حاجه دلوقتي اتظبطت. خلاص بقى. للاسف انا ما ظروفك اتظبطت كانت مشاعرنا ماتت. انا اسفه يا سيف، مش هقدر ارجع لك عشان مش هقدر اسامحك. على كل حال انا هسيبك يومين كده تهدي تفكري وبعدين نبقى نتكلم. مفيش بعدين، انا مش عايزاك، انت ما بتفهمش. عيب كده، ده مهما كان لسه جوزي. خليها على راحتها يا عمي، سيبها تطلع كل اللي جواها. حقها، عارف هي تعبانه قد ايه. على كل حال مش وقت كلام، لينا كلام بعدين. بعد اذنكم. منال دي انانيه وتافهه وما تستاهلش النعم اللي بتتبطر عليها. طب اهدى اهدى يا هشام يا ابني، الامور ما تتاخدش بالنرفزه دي كده. مش قادر يا بابا، مش قادر اهدى. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الو، ايوه نانسي، ازيك؟ عايشين الحمد لله. لا عملنا كبسه ورحنا نفتش، بس للاسف المكان طلع سايبر وما لقيناش الفيديو على ولا كمبيوتر هناك، وكله انكر معرفته باي حاجه تخص ادم. ان شاء الله ان شاء الله، مع السلامه. دلوقتي انا كلمت الضابط هشام وطلع ان الاي بي ادرس بتاع نت كافيه. نت كافيه؟ والفيديو ملوش اي اثر على كل الكمبيوترز اللي هناك. معقول؟ يا جماعه نت كافيه يعني سايبر، يعني مليون واحد بيدخل كل يوم، عمرنا ما هنعرف نحكمها. هو مش ممكن يكون اللي سرق الهارد ساكن جنب النت كافيه ده وبيروحوا كتير؟ واحتمال يبقى عابر سبيل، وعمرنا برضو ما هنعرف نجيبه. انا حاسه النت كافيه ده هو فيه سر اللغز اللي احنا بندور عليه. يعني ايه؟ يعني لازم نروح المكان وندور على اللي سرق هناك بنفسنا. اذا كان بتوع امن الدوله ما عرفوش يجيبوه، احنا هنعرف نجيبه؟ يا جماعه بتوع امن الدوله كبسوا على المكان سد خانه مش اكتر، لكن احنا عايزين نثبت براءه صاحبنا اللي احنا متاكدين ان هو بريء. فلو رحنا هناك يمكن ربنا يدينا خيط يدلنا على اول الطريق. انا مع علي على فكره. واي دونت وي جيف ات تراي فعلا، بدل ما احنا قاعدين كده يمكن نعرف نوصل لحاجه. انا شايف انها فكره كويسه جدا. ما عندناش حل غير كده. منورين يا عرسان. عقبالك يا صبحي. يسمع من بوقك ربنا يستهانى. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. اتاخرت ليه خير؟ الشغل بقى ادم، اكل العيش مر، المهم في اخبار حلوه قوي عشانك. خير؟ صحابك مسكوا اول خيط لدليل براءتك. طب وانت عرفت منين الكلام ده؟ نانسي يا هنا كلمتني في التليفون علشان تطمن على ادم، فقالت لي الخبر الحلو ده، قلت لازم ابشره بيه. يا ما انت كريم يا رب، عشان تعرف ان وشي حلو عليك. امال ايه يا استهانه، ده انت وش السعد والهنا كله. طبعا هروح البقال اللي جنب المزرعه اجيب حاجه واجي بسرعه. لا يا حبيبي، اللي انت عاوز اقوله لك لغايه هنا. لا مش مشكله، عايز امشي رجلي شويه. ما تتاخرش يا ادم. خلي بالك من نفسك يا ادم. الو، مين معايا؟ انا اللي انت بتدور عليه، ادم امين عبد الحي. ادم؟ انت فين؟ مش مهم تعرف يا باشا، انما اللي لازم تعرفه ان انا واحد زي اي واحد كان نفسه ينفع بلده، كان نفسه يكون ايجابي. ولسه يا ادم ممكن تكون ايجابي لو سلمت نفسك واثبتت للعالم كله انك مش ارهابي. انا مش ارهابي يا باشا، اقسم لك بالله العظيم ثلاثة، انتوا اكتر ناس عارفين ان انا مش ارهابي ولا ليا فيها اساسا، بس انتوا عايزيني ارهابي فخلاص هبقى ارهابي. ليه؟ عشان ماما امريكا ما تزعلش. معاك حق، معاك حق يا ادم. روح يا باشا دوروا على الارهابيين اللي بجد. بس عشان نواجه الارهابيين اللي بجد وننقذك
لازم تسلم نفسك. دي اول خطوه في مقاومتهم، وانا اوعدك ان احنا هنحول قضيتك من قضيه راي عام دولي لقضيه دفاع عن النفس. بس لازم في الاول تسلم نفسك عشان نعرف نساعدك. يا ادم، يا ادم، انت مثال للشاب الجدع الشهم اللي كلنا لازم نفتخر بيه. بس الضغوط حوالينا كتيره قوي ومن كل ناحيه، عشان كده انا بطلب منك انك تساعدنا عشان نقدر نساعدك. انت عارف يا باشا ايه اكتر حاجه مزعلاني؟ ان انا لو كنت قتلت واحد مصري ما كنتش هتعملوا كل ده. يا باشا مش ذنبنا ان احنا ندفع ثمن اخطائكم. انتوا مش قادرين تواجهوا. يا ادم، يا ادم، دي سياسه انت ما تفهمش فيها ولا تعرف فيها حاجه. انا مش بتاع سياسه يا باشا، انا بتاع اجتماع وتاريخ. والتاريخ بيقول ان مفيش ظالم بيتمادى في ظلمه الا لو ملقاش حد يصده. انا بقى صديت ظلم، يبقى ده جزائي. يا ادم سلم نفسك لمصلحتك. توعدني يا باشا اني ما اتظلمش وما تحولش لصابونه يغسل بيها النظام وشه قدام اللي بيحاسبوه. اولا النظام ما بيخافش من حد، ومحدش يقدر يحاسبه اصلا، لانه بيحافظ على البلد، لان البلد دي بلده مش بلد حد تاني، وعمره ما يرضى لاولادها انهم يكونوا كبش فدا لحد. افهم بقى. كانوا يا باشا جابوا حقوق الغلابه اصلا، كانوا على الاقل وصلوا لهم ميه في بيوتهم. ولا بيوتهم ايه؟ اصلا في ناس ما عندهاش بيوت عشان يبقى عندهم ميه من اساسه. يا ادم انت في خطر بجد، صدقني. عشان خاطر اسمع كلامي، سلم نفسك واحنا هنحميك وهنحقق معاك بالعدل، ولو كنت بريء هنكون اول ناس تعلن براءتك، لانك ابن البلد دي وبراءتك تهمنا، صدقني. ده لما اكون ابن وزير ولا ابن عضو من اعضاء مجلس الشعب ماشي. انما انا يا باشا ابويا كان راجل فقير والفرق بينهم كبير، وانت سيد العارفين. كلنا ولاد البلد دي يا ادم، كلنا ولاد مصر. يا باشا انتوا خليتونا زي القطط اللي بتاكل عيالها بحجه ان هي خايفه عليهم. بس القطط بقى يا باشا بتبقى خايفه عليهم بجد. في ايه يا هشام؟ مين اللي كان معاك على التليفون؟ هو مين يا ابني؟ ادم عبد الحي. رافض يسلم نفسه. طبعا استحاله هيسلمك نفسه عشان تلف حوالين رقبته حبل المشنقه. غبي مش مخليني اعرف اساعده. تساعده ايه بس يا هشام؟ يا بابا براءته باينه في صوته، حاسسها مع كل كلمه بينطقها. اوعى يا واد يا هشام يكون الواد ده عرف يضحك عليك ويمثل عليك دور ان هو بريء يعني. صعب يا بابا، صعب. هو انا شغال محاسب في بنك؟ ده انا ضابط امن دوله مدعوك وسط الناس بقالي اكتر من 15 سنه، زائد بقى ان القضيه دي فيها دلائل كتير قوي على براءته. الادله، خليك بقى ورا الادله وانسى حكايه احساسك دي. تشرب حاجه يا هشام؟ شكرا سعادتك. من الشاي يا ابني. اللي قول لي صحيح، اخبار بنتك ايه؟ والله يا باشا كل ما بشوفها وهي قاعده على كرسي متحرك قلبي بيتقطع عليها. مفيش امل في علاجها خالص؟ بعتنا فايل بحالتها لبره ومستنيين الرد. مفيش حد فينا مرتاح، كل واحد فينا روحه متعلقه برد يمكن يحييه. ربنا يطمنك عليها. ربنا كريم وقادر على كل شيء سعادتك. قول لي بقى يا سيدي، مفيش اخبار عن نانسي اللي احنا حاطينها تحت المراقبه دي؟ لا سعادتك لسه مفيش جديد. انا مش عارف ازاي طوعتك وخليناهم يروحوا. يا باشا ده اسلم حل، نطلعهم عشان نراقبهم ونشوف هيوصلونا لايه، ولا نحبسهم ونقطع خيط ممكن يوصلنا لادم. ادخل. سيف باشا، خير يا نادر؟ التليفون اللي جه للمقدم هشام ثبت انه من كابينه عموميه في البحيره في حته اسمها حوش عيسى. يبقى ادم عبد الحي هناك. انا عايز الواد ده. خلاص يا هشام بيه، واضح كده ان الموضوع السخيف ده قرب ينتهي. باشا بس احنا هنروح البحيره
ندور على ادم في بيت هناك؟ يا فندم انا بيتهيألي كده. بايه يا اخويا؟ بيتهيألك؟ ايه يا شنبيه؟ ما تشد رجالتك شويه. هشدهم سعادتك، بس حضرتك اهدى شويه. يا فندم خاله بيشتغل في مزرعه صغيره هناك. ايوه يا باشا، ما هو خاله دوت احنا شلناه من حساباتنا من زمان، لان على حسب تحرياتنا خاله ده جبان وسابهم في ازمتهم وهرب. طب وانت مستني ايه؟ انا عايزك تحدد لي مكان المزرعه دي حالا، والقوه تطلع ونجيب الواد ده. انا زهقت من القضيه دي. حاضر تمام سعادتك. انا مشيت 2 كيلو عشان اجيب لك الورده دي، مش دي اللي كانت عاجباكي؟ حلو قوي. على فكره انا اللي قطفتها. يا خال. ايه يا حبيبي؟ ايدك. ما قلتليش بقى يا خال، لما تتجوز صبحه ان شاء الله مين فيكم اللي هيخلف؟ هتسموا ايه؟ وغلاوتك عندي لو جبت واد هسميه ادم، ايه طب ولو بيت؟ ولو بنت بقى هسميها هنا عشان يبقوا ادم الهنا. طب وانت يا ادم لو جبت لك كده ولد حليوه زي ابوه هتسميه ايه؟ بص انا في الولاد بحب اسم عمر ويوسف. طب ولو بيت؟ ولو بيت هسميها طبعا هنا عشان تطلع حلوه زي امها. عارف يا ادم، اسعد احساس في حياه اي واحده انها تبقى شايله ابن او بنت من حبيبها جوزها. الله 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 على الكلام الجميل. سامعه يا صبحه؟ وان شاء الله انتوا هتخلفوا عيال كتير، هتجيبوا قرطه عيال ويجروا هنا على الخضره ويطلعوا فوق الشجر. فوق الشجر ايه يا عم؟ مخلفين قرود ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس الحق يا باشمهندس. ايه يا ابني؟ الواد محمد عبد المقصود كلمني وقال لي ان الحكومه جايه على المزرعه. خلاص هنا انت لازم ترجعي. انا هاجي معاك ورجلي على رجلي. مش هتيجي معايا، انت لازم تروحي، انت لازم تفضلي وسط اهلك. ادم طالما انت بريء سلم نفسك والقانون هيجيب لك حقك. في بلدنا ما بيجيبش حق الغلابه غير ربنا. اسمعي يا هنا، ركزي معايا كويس عشان خاطري. اخر الطريق ده هتلاقي الباب الوراني بتاع المزرعه، هتعدي منه تركبي اي مواصله هتروحك. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. هستناك يا ادم. سيف باشا الواد ملوش اثر في المزرعه كلها يا باشا. انا عارف. ادم فين يا عامر؟ وايه اللي هيجيب ادم هنا يا سياده الباشا؟ الواد ده قليل ادب، ولو جه هنا هكسر رقبته. ياه، يعني انت ما تعرفش مكانه؟ لو اعرف مكانه كنت بلغت عنه على طول. هتبلغ برضه عن ابن الغاليه بسهوله كده؟ مش اغلى من الجايزه اللي عارضينها للي يدل عليه. ياه، ده انت مصلحجي بقى. بس هينفعنا مصلحجي وواطي وابن 60 كلب، وابيع ابويا وامي عشان خاطر الفلوس. ماشي يا ادم عبد الحي. لا اله الا الله. يلا يا رجاله. ربنا يحميك يا ادم. ايوه هنا بنتي حبيبتي، وحشتيني يا هنا. الحمد لله بالسلامة. كنت فين المدة دي كلها يا حبيبتي؟ هنا جت يا عبيد. كل الحكايه يا تيتا ان انا منك يا بنت. انا رحت لادم يا بابا واتجوزنا. اتجوزتوا؟ ايوه يا بابا، ادم دلوقتي جوزي. فاكرة؟ انا ما غلطتش يا بابا، انا ما عملتش حاجه غلط. عايزة تعملي فيا يا بنت؟ عايزة تعملي فيا ايه؟ عايزة تنطيني؟ عايزة تموتيني نص عمره وتحط دماغي في الوحم؟ احنا افتكرناكي متي. هي ماتت. كلام ايه ده يا عبيد؟ ماتت يا حاجة، ماتت من النهارده. من النهارده ما عنديش بنات. بره. ولا كلمة، مش عايز ولا كلمة. البنت دي لو حد فتح لها ولا لسانه جه على لسانها هيحصلها.
تاخدني هتاخدها يا رب. يا خوفي عليك، يا خوفي عليك يا بنتي. اهدي يا سيسيل، مش كده، خلي عندك ايمان بالرب. ما انا اخاف على بنتي ما بقاش عندي ايمان يا جورج. دي يوم عن يوم بتتغرس في الموضوع اكتر واكتر. هتخرج منه على خير، وزي ما خرجت من حزنها على جو ورجعت لنا، قادر الرب يخرجها من الموضوع ده كمان. انا مش فاهمه، خرجت من تقع في ضحضيره. خلي املك في الرب كبير. انا امي يا جورج وخايفه على بنتي، انا خايفه عليها. دي واقفه مع ارهابي ضد ناس ما عندهمش رحمه. ارهابي؟ ده انت عارفه الحكايه ومتاكده من براءته. انا مش مهم يا جورج، المهم الحكومه والبوليس، وطول ما هم متهمينه احنا وبنتنا هنبقى في خطر، ويا عالم اخرتنا ايه. احنا على حق، والرب مش هيخذلنا ابدا، انا متاكد. هشام، مش ملاحظ ان انت ما بقتش تتكلم معايا وعلى طول مستقل فيا؟ كده احسن لينا احنا الاتنين. بس دي ما بقتش عيشه، كفايه اللي احنا فيه، ما تبقاش الظروف علينا واحنا كمان على بعض. انت عايزه ايه مني؟ ما تسيبيني في حالي بقى. طب بص هقولك، اشتمني يا سيدي، هزقني، طب حتى اضربني، بس بجد ما تهمنيش بالشكل ده. اهزقك واضربك عشان احسسك بخشونتي؟ ها؟ ده كان زمان. مش هنولك متعه انت بتتمنيها بعد ما حرمتي بنتي من انها تمشي على رجليها. دي بنتي زي ما هي بنتك، ولا انت ناسي ان انا مامتها؟ مصيبه ان انا ما نسيتش. جايز تكوني خلفتيها انما ما عرفتيش تحافظي عليها. حرام عليك، كفايه اللي انا فيه يا هشام. انت تستاهلي اكتر من كده. ده ايه يا شيخ؟ ما بتحسش؟ عشرتي ليكي جمدت قلبي، مبقاش في اي حاجه فارقه معايا. طلقني. ما عنديش اي مانع، دي امنيه عمري، بس بشرط. شرط ايه بقى؟ تتنازلي عن حضانه بنتي وتغوري في 60 داهيه بعيد عننا، وكفايه قوي اللي حصل لها من تحت راسك. دي بنتي يا هشام، عارف يعني ايه بنتي؟ بنتك دي انت دمرتيها، فاهمه يعني ايه دمرتيها؟ وانا ممكن بالقانون اخدها منك غصب عنك بسبب تفاهتك واستهتارك وهبلك اللي وصلوها للي هي فيه ده. دي كانت حادثه، يعني قضاء وقدر، يعني ممكن تحصل لاي حد عادي. مش اي حد بيروح اسكندريه صد رد عشان اكلة سمك، ومن ورايا، من ورا جوزك، وكمان تسيبيها لوحدها وتخشي تصيعي جوه انت وصاحبتك، والبنت تعمل حادثه وانت ولا على بالك، وتروح المستشفى وانت ولا على بالك. انت فاشله. عارفه يعني ايه فاشله؟ انت زوجه فاشله، وام فاشله، وست بيت فاشله، حتى التعليم فاشله فيها بتاعت المقبول. ما هو الفاشل بيبقى فاشل في كل حاجه. بصي يا منال، هي خلصت. انا مش طايقك، ولا طايق اشوفك، ولا طايق حتى اشم ريحتك يا شيخه، ولا طايق انام جنبك. نامي لوحدك بقى. الو، ايوه يا هنا، انت فين؟ عملتي ايه؟ انت كويسه؟ ايه، باباكي طردك؟ طب وانت فين دلوقتي؟ على السلم؟ طب وهتروحي فين؟ بقول لك ايه، ادخلي عند مامة ادم. ايوه دي دلوقتي حماتك وده بيت جوزك يعني. ايوه طبعا، اعملي كده ولما تستقري عندهم بيطمنيني عليكي. اوكي ماشي حبيبتي، باي باي. في ايه يا نونو؟ في ايه حبيبتي؟ دي هنا حبيبة ادم، باباها طردها لما عرف انهم اتجوزوا من وراه. ما هي اللي غلطانه، حد يتجوز من ورا اهله؟
بتحبه يا ماما يعني. الله يقطع الحب وسنينه. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده بس يا ربي. معقوله ابقى ضيعت مستقبلها هي كمان عشان ساعدتهم يتجوزوا يعني؟ ما تبقيش حساسه يا نونو كده وتشيلي هموم الدنيا. كل واحد مسؤول عن تصرفاته، انت مالكيش ذنب في حاجه. ماما الذنب اصلا ذنبي وانا شايلته لكل الناس دي معايا. طيب، مساء الخير. سيادتك العقيد سيف الحديدي؟ ايوه. في اخطار من المحكمه لسيادتك. اختار بخصوص ايه؟ بصراحه يا فندم بخصوص قضيه خلع رفعها على حضرتك السيده سهام سامح امين بصفتها زوجتك. يا ريت حضرتك تستلم وتوقع لي هنا. طب انت ما شفتنيش؟ ازاي سيادتك وسيادتك قدام اهو. ولا عمري شفتك. سلام يا باشا. ماشي يا سهام. وحشتيني يا حنونتي. ايه رايك في الهديه دي؟ تجنن. حلو قوي يا شوقي، بس شكلها غالي قوي. مفيش حاجه تغلى عليك يا قمر، ولسه في مفاجاه تانية. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ حجزت لنا رحله لبنان علشان نتدلع. لبنان؟ ده انا هموت واروحها. انما قول لي هنا، انت ايه اللي مغيرك كده انت جبت الفلوس دي منين يا شوقي؟ بصراحه اتورطت بقى في جريمه سرقه. واحد امريكاني كان زبون عندي، رحت اوصل له شغل لقيته مقتول وسايح في دمه. قلت بس يا ابو الشوق فرصه عمرك وجت لحد عندك. رحنا مقلبين وانا والواد عاطف وقسمنا الحكايه نص بالنص. $5000 و6 ساعات اصلي. انما ايه، بعت الواحده منهم ب30,000 جنيه وكمرت الباقي. يا حياتي كل ده عشاني؟ بموت فيك. بس في مشكله. مشكلة ايه؟ بصراحه لازم نسيب البلد ونهج شويه، لان الموضوع لسه سخن ومبردش. والواد ابن الابلسه الامريكاني ده كان رازع كاميرات في كل حته، حتى في اوضه النوم. ولولا ان انا وانا بدعبس كده لقيت الهارد اللي الكاميرا بتسجل عليه كل حاجه، كنا رحنا في 60 داهيه. جدع يا شوقي، طول عمرك ذكي ومصحصح. امال انا بحبك ليه؟ وبعدين عملتوا ايه؟ ابدا، وقعنا في مطب تاني بايخ. واحد اسمه سمير مصالح ضرب على الهارد وقعد يساومنا وعايز فلوس، فاضطرينا نخلص منه وحرقنا الهارد. عفارم عليك يا ابو الشوق. صحيح انت ما يتخافش عليك. يتخاف عليا ده ايه؟ ده انا الرعب نفسه. بموت فيك. انت يا بنت يا بط. حمدية؟ ايوه حمدية يا حرامية يا كلاكية. لا 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 لا، وليه الغلط ده؟ هو في ايه؟ ده اللي يليق لكم يا عين ونور. مالك يا ست انت؟ ما تحترمي نفسك شويه. الله، وانت مين انت يا عم الخزان؟ خزان؟ خزان ايه؟ ما تلمي نفسك بعد ما تفنك مكانك هنا. بس يا ديسي، بس هو في ايه يا حمدية؟ ما انا خلاص فسخت خطوبتي من اخوكي. هو في حاجة ما بيننا؟ لا يا اختي لسه فاضل حاجة مخليه الوصال موجود. ايه دي؟ فلوس الجمعية اللي اكلتوها علينا يا حرامية. الله، هو انتوا كمان؟ الله الله، ده احنا في الهوا سوا يعني، عشان تعرف ان انا عندي حق. بقول لك ايه، فلوس الجمعية 3000 جنيه بتوعي انا واخواتي، وعزة جلالة الله لو ما جوش لا اروح القسم والبسكوا قضية. ولا شوشره ولا قواضي. انا وعد مني، بصي اول ما امسك شغل تاني انا هسددهم لك على اقساط. اقساط ده يا عينيا؟ هو اللي اديناه لكم جنيهات بالالوفات تدوهم لنا برايز وشيلينات؟ دي مقدرتي، ولو عايزين كملوا معانا. انا ما قلتلكوش اخرجوا من الجمعيه. لا يا اختي بح، كان فيه وخلص خلاص، مش عايزين اي حاجه تربطنا بيكم. الله يسامحك. بقول لك ايه، ادام انت يعني ناويه تدفعي كده وتسدي بالهداوه، خدي مديلي وصل الامانه ده. من غير وصل، وعد مني انا هسدهم لك على اقساط. وعد ايه يا ام وعد؟ بقول لك ايه، يا اما تمضي يا اما هنروح القسم. ايه يا مارا مالك؟ ما تهدي شويه. الله، وده ايه اللي موقفه ده كمان؟ بقول لك ايه، انت معاهم عليهم اقعد على جنب كده يا عم اللغز. من لغز؟ بطه دي بنت حتتي وما ينفعش اشوفها بتتبهدل قدامي ابدا. لا يا اخويا، ده انت خايف عليها قوي كده، طب ما تدفع لها. ايه عليها كام يعني؟ 3000 جنيه. ماشي. 3000 جنيه اهم يا حدايه. بس يا ديسي بس،
بصي انا هسوي اموري معاها وهسدهم لها على اقساط. هو ده الكلام، قطمه احسن من نحته. بقول لك ايه، خد يمكن ينفع. هات الوصل. بص يا اختي، انت اختي وحبيبتي وبنت حتتي، اقساط قسطيلي انا بس امضيلي على الوصل. خد يا عم. ايوه متشكره بجد يا ديسي، متشكره، وانا ان شاء الله فلوسك هتكون عندك. ما تقوليش الكلام ده، براحتك خالص، ده احنا اهل. ينفع الكلام ده؟ بالسلامه انت يا اختي. متشكره. السلامه. السلامه يا حبيبتي. الحقيقه يا سهام انا جاي اعاتبك قدام عمي ومرات عمي. انا بصراحه ما كنتش اتوقع منك كده ابدا خالص. امال كنت متوقع ايه؟ ان انا ارضى بالامر الواقع وارتاح لي يومين وبعدين ارجع لك تاني؟ لا خالص. انا كنت متوقع ان انت تهدي كده وتفتكري لي حاجه حلوه، ما انا برضو ليها حاجات حلوه عملتها كتير. للاسف اللي عملته معايا يا سيف بيه مررت ضيعت كل حاجه حلوه جوايا. تقومي ترفعي عليا قضيه خلع يا سهومتي؟ ما هو ده الحل عشان ننفصل، لان حضرتك مش عايز تطلق. هطلقك ازاي وانا بحبك؟ ده انا بحبك من هنا. انا بقى ما بحبكش ومش طايقه اشوفك ولا اسمع اسمك كمان. اعقلي وما تخرجيش العفاريت اللي جوايا عليكي. انا فيا اللي مكفيني. وهي كلمه، بكره الصبح تروحي تتنازلي عن قضيه الخلع، بالليل الاقيكي في البيت مجهزه العشاء ومتشيكه ومستنياني. انت ايه يا اخي؟ عمال تشخط وتهدد وتطلق وترد. ايه فاكر الناس اللي حواليك دول عبيد عندك؟ فوق. بقول لك ايه، مش انا اللي اتقال لي لا، ومش انا اللي يترفع عليا قضيه خلع. سامعاني؟ ما تخلينيش احطك في حته انا ما احبش اشوفك فيها. عيب يا سيف، ما يصحش كده. بقول لك يا عمي، عقل بنتك وفهمها ان رصيدها بدأ يخلص عندي، وان اللي هي بتعمله ده بيهين رجولتي، وانا اللي يهين رجولتي هستعمله. انا اسف يا حبيبتي على عيني اللي حصل لك يا بنتي. معلش، انا غلطت اني اخترت لك ام مستهتره زي دي، وحرمتك انك انت تعيشي في اسره هاديه تراعيكي وتخاف عليكي. يمكن غلطت في اختياري، وغلطت اكتر لما سكت على اختياري الغلط. بس مش بايديا يا بنتي، والله ما بايديا. في حاجات كتير قوي بتتكتب علينا ما بنعرفش نغيرها، انما ممكن مع الوقت ربنا يبدلها لو حاولنا وكان عندنا ايمان بالله. اوعي تيأسي يا هايدي، اوعي تيأسي يا حبيبتي، دي محنة وهتعدي، والله هتعدي ان شاء الله. انا بعت الاشعه بتاعتك والتحاليل لندن، وان شاء الله حبيبتي ربنا موجود، ربنا موجود، ربنا مش هيسيبنا، ارحمنا يا بنتي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا عايزك تخليكي قوية، خلي عندك ايمان بالله، ربنا كبير قوي يا بنتي، ربنا كبير قوي. انا بجد ما بقتش عارفه انقذ ادم ازاي.
انت عارف ساعات لما بفكر اروح اعترف بكل حاجه بيبقى عشان اخلصه واخلص نفسي من الاحساس ده. بس ده مش هيعفيكم من المسؤوليه يا نانسي، بالعكس ده ممكن جدا يورطكم اكتر. معرفش، انا شايف ان اسلم حل دلوقتي على الاقل دلوقتي ان انت تفضلي قاعده ساكته وهو يفضل هربان لغايه لما يظهر دليل براءته. لو مسكوه مش هيسيبوه. الو. اي كريم، خلاص هنروح؟ طيب اوكي انا جايه لك حالا. اوكي باي. معلش يا امير انا لازم امشي دلوقتي. خير في ايه؟ هبقى اقول لك بعدين. معلش باي. سهى سهى. ايوه نانسي. قفلي انتي النهارده عشان احتمال اتاخر. اوكي اوكي باي. باي. يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. كنا عايزين كمبيوتر نشتغل عليه. هوي بس كده المكان كله تحت امر سيادتك. طب يا ترى الساعه بكام بقى؟ 5 جنيه. بس احنا عاملين اوفر يعني كل 5 ساعات معاهم ساعه فريز. اظن كده بقى في المستقنص. طب احنا شويه وهنيجي تاني. شكرا. اي خدمه تحت امركم. ها عملتوا ايه؟ عملتوا يا كريم؟ انا دلوقتي اتاكدت ان هو ده جيجا. عرفت ازاي؟ كلمه مستكانياس دي دايما في بقه، وبعدين قالها لعليا في التليفون. صدق صح، ذكي ده كريم. المهم دلوقتي هنعمل معاه ايه؟ اعتقد ان الراجل ده مش غبي، واكيد شايل الهارد في مكان امان مش عنده في السايبر. هيكون مخبيه فين يعني؟ اكيد طبعا شايله في بيته. يبقى احنا لازم ندخل بيته. وده هندخله ازاي بقى؟ انا عندي فكره هايله. قول بسرعه. احنا نخلي عليا تروح تدلع عليه وتفهمه انها عندها مشاكل ومش لاقي حته تبات فيها، وتستدرجه لحد ما تروح عنده البيت. انا لا يمكن اعمل التخريف اللي بيقولوا ده ابدا. ده عشان خاطر ادم يا عليا. ماليش دعوه. ما تخلوا نانسي تعمل كده. اشمعنى انا لا، ما هو ما ينفعش. انا لسه كنت عنده مع كريم من شويه في السايبر. عليا واضح ان مفيش حل غير كده. اقلعي. ايه اقلع دي؟ يا ستي واصل بس اقلعي كده، ويعني دلعي نفسك كده وتدلعي عليه شويه وانا عندي شويه اكسسوارات في العربيه هجيبها لك كده على لزوم الشغل. امري لله عشان خاطر ادم. بس بقول لكم ايه، تخليكوا ورايا لحظه بلحظه. اوعى تقع عن عينكم لا يحصل مصيبه. ما تخافيش، مش هنسيبك، ما تخافيش ما تخافيش. يلا اقلعي الجاكيت بقى. ايه كويس كده؟ تمام. مساء الخير يا عسل. يا مساء الانوار الملعلطه. بقول لك ايه يا اخويا، بتعرف لي صاحب المكان هنا فين؟ محسوبك سيد جيجا. اتفضل يا قمر اتفضل. يزيد فضلك يا اخويا. بقول لك ايه، اؤمر يا قمر. مش عايزين واحده تشتغل عندكم؟ تشتغل عندنا؟ ده احنا عايزين واحده نشتغل احنا عندها. تشتغل ايه يا جميل بس؟ اي حاجه اي حاجه، المهم اشتغل وخلاص. انا ظروفي وحشه قوي، سايبه بيت اهلي ومحتاجه الشغل وعايزه كمان مكان اتوى فيه. بس كده يا مستقنص، غالي والطلب رخيص. يعني هتساعدني؟ اساعدك، ده انا اشيلك فوق دماغي كمان. بصي انا هعمل معاكي احلى واجب يا مستقنص. انا هشغلك هنا مديره للسايبر وهبيتك كمان في مطرحي. مطرحك؟ انا وانت لوحدنا؟ لا لا يا اخويا اتكسف، اخلاقي ما تسمحليش. عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع، المهم هتدفع لي كام في الشهر؟ بس كده، ده انت تؤمر يا مستقنص. بس بصي احنا الاول نروح شويه العيال دول ونقفل السايبر وبعد كده نتكلم في البيت براحتنا. ماشي يا مستكنيس. اموت انا في المستكنيس. عسل والنعمه عسل. يلا يا ابني انت وهو شطبنا، الشبكه وقعت. الدنيا بتعاندني والامور بتتصعب عليا. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. هدي نفسك يا سيف يا ابني، فوض امرك لله. انا مش عارف ليه ربنا بيعمل معايا كده. اشمعنى انا؟ والله العظيم يا ابني ده قدر ربنا، وربنا قادر يعوض عليكم بعيل تاني. ده بدل ما تشكر ربنا انه شافك وخلاك تخلف. خلينا اخلف، خلينا اخلف عشان اتهم مراتي بالخيانه واضربها لحد ما قتلت ابني بايديا يا امي. يا ابني نصيب يا حبيبي. لا يا امي، انا كنت قاصد اقتله
كنت بنتقم منها، فاكرها خاينه. بنتقم من مراتي، ابني. انا قتلت ابني يا امي، قتلت ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلبي واجعني عليك يا ابني، والله أنا موجوعة أكتر منك. أنا بدعي لك يا ابني إن ربنا يعوض عليك بعيل تاني. أكيد ربنا عارف إنك ما كنتش تقصد، وده ما كانش قصدك. سهام مش عايزة تعيش معايا تاني. اعذرها يا ابني، أنت عارف إنت أنا قد إيه غالي، وهي كانت بتتمناه من زمان قوي، ولما جه خسرته. أنا كمان خسرته، أنا كمان خسرته يا أمي. لو كنت أكتر واحد في الدنيا دي بتمناه ومحتاج له، أشوفه قدامي ويكبر. مش مكفيها ده كله. سام عايزة تخلعني. إيه؟ تخلعك؟ أيوه، سام عايزة تخلعني. أنا سيف الحديدي اللي يتهزله 100 شنب، مراته عايزة تخلع. منه لله الشيطان. بس لا، أنا أسيبها بس بمزاجي وقت ما أنا عايز، لكن تخلعني لا. ولو حاجة مش هقتلها هقتلها. صلي على النبي. هقتلها يا أمي. مش كده يا ابني، مكروه. مش كده يا ابني، صلي على النبي. اتفضل يا جميل يا قمر، بيتك ومطرحك، نورت الدنيا كلها. يا ميت مرحبا. وانت بقى عايش هنا لوحدك؟ كنت عايش لوحدي، لكن من النهارده بقى هنعيش سوا في المستقنص. وهتاخد بقى مني كام في السكنة دي؟ اخد؟ ده انت تسكني وتاخدي الايجار اللي انت عايزاه. يا اختي عليك يا جيجا، شقي والله. موهبه من صغري والنعمه، اموت في المستقنص. بصي بقى، ده بيتك ومطرحك، البيت بيتك، خدي راحتك قبل ما اخش ناخد دش واجي لك في المستقنص. ماشي. اموت هنا في المستقنص. ما عدتش طايق البيت ولا طايقها، عشان المصيبة اللي احنا فيها دي بسبب استهتارها وإهمالها. يا هشام يا ابني، ده قضاء الله ولا راد لقضائه، وبعدين الحمد لله قدر ولطف. بنتي بقت عاجزة يا بابا، بقت محبوسة في كرسي متحرك، ما بقتش تلعب ولا تتنطط زي الأول. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يشفيها ويخليها زي ما كانت واحسن كمان. وبعدين يا هشام، ده امتحان من عند ربك سبحانه وتعالى. ونعم بالله، ونعم بالله يا بابا. بس تعرف، أنا كل اللي قاهرني إن بنتي وأمها هي السبب في عجزها. يا ابني ده قضاء ربنا زي ما قلت لك. وبعدين ما تحملش منال المسؤولية كلها، وما تنساش إن هي كمان أمها وقلبها محروق عليها زيك بالظبط يا ابني. محروق؟ دي باردة، دي ما عندهاش إحساس. هو أنا عاوز أطلقها من شوية؟ يا هشام، شيل فكرة الطلاق دي من دماغك، ويا ابني اسمع نصيحتي، مفيش داعي تهد بيتك بإيدك. هو لسه ما تهدش يا بابا؟ ما تهد خلاص، وتهدت معاها حاجات كتير قوي حلوة. يا هشام، لو حياتكم الزوجية فشلت وما كانش في بينكم أولاد، أنا كنت أول واحد هيقول لكم اتطلقوا وكل واحد فيكم يروح لحاله. بس يا ابني النهارده ما ينفعش الكلام ده، وخصوصا إن في بينكم بنت وكفاية اللي هي فيه. وبعدين ما تنساش إن البنت ملهاش أي ذنب في الخلافات اللي بينكم دي يا ابني. ولو انفصلتم هتكسروا حاجات كتير قوي جوه البنت، فما تظلموهاش أكتر من كده. حرام عليكم يا ابني. يا رب، يا رب يا كريم. امتى فين الهارد اللي عليه فيديوهات الراجل الامريكاني يا جيجا؟ بقول لكم انتوا مين؟ مش مهم احنا مين، المهم الهارد. والله العظيم انا مالي دعوه. بص الفيديو ده كان باله واتحلفت عليا. بقول لك ايه، هتقولي الهارد فين ولا علقك؟ لا، انفت بعمرك وطلع الفيديو بدل ما احنا نطلعه بالعافيه. ايه يا جيجا، انت عندك ضيوف ولا ايه؟
انت الموزة اللي في الفيديو؟ انا دلوقتي بس عرفت انتوا جايين تاخدوا الفيديوهات دي ليه؟ ليه؟ عشان تداروا على فضيحه زميلتكم وشركها في الجريمه. ايوه بالظبط كده. واحنا يا سيدي مستعدين نشتري منك الفيديوهات دي ب 30,000 جنيه. 50,000 جنيه. يا كده يا تنسوا الموضوع ده من اساسه وتتشاهدوا على الروح. واحنا موافقين، بس اديني مهله بس لغايه بكره الصبح اروح البنك اسحب الفلوس. السلام يا محمد. الله يسلمك. منور الاقصر والله. الاقصر منوره باصحابها. اتفضل. ايوه عربي، انت فين؟ انا ادم، انت فين؟ انت فين يا عربي؟ طمنيني يا ماما، ابويا عامل ايه دلوقتي؟ يا كبدي عليه يا بنتي، مصدوم، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيكلم حد ابدا. انا السبب، بس انا يا ماما ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت. محدش قال حاجه، اللي حصل حصل، بس هي المفاجاه صدمته شويه. معلش، عمر الدم ما يبقى ميه ابدا، وبنتك قدامك اهي في الحفظ والصون. ما هو ده اللي مطمني، انها قاعده معاكي وقدام عينيا يا حاج. المهم لازم نصالح حنا على ابوها، انا ما يخلصيش ان هو يبقى غضبان عليها. ده عبيد ده طيب، ومهما كان برضه لازم هيهدى، وانا هقنعه ان هو يسامح هنا، دي مهما كان بنتنا برضه. اتفضل يا ديسي. ايه ده يا بطل؟ ده 1000 جنيه من الفلوس اللي عليا ليك. ماشي يا اختي، بس ولا مؤاخذه، انت جبت الفلوس دي منين؟ انت لقيتي شغل ولا حاجه؟ لا، انا بعت الخاتم والحلق بتوعي. طب ليه كده يا بطه؟ تبيعي سيختك عشان تدفعي لي؟ سختي مره واحده، ده هم يا حسره الحتتين دول واديني بعتهم كمان. طب وهتفضلي تبيعي لحد امتى يا بطه؟ لغايه ما ربنا يفرجها كده والاقي شغل. طب انا عندي فكره، ايه رايك لو تشتغلي في المحل عندي؟ اشتغل ايه؟ بياعه، وهديكي 500 جنيه في الشهر. ايه ده؟ انا كنت باخد 700 جنيه في المحل اللي انا كنت شغاله فيه. طب يا ستي 600 جنيه اخر كلام، وهاخد منهم 200 جنيه كل شهر تسددي الديون اللي عليكي واديكي الوصل. ايه ده؟ هيفضل لي 400 جنيه بس؟ الله، مش احسن من بلاش يا بطه وتقضيها مواصلات رايح جاي؟ انا الشغل تحت البيت. مش عارفه. طب فكري بس ورد عليا. الله، صحيح يا ديسي، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت وامك ما بتطقناش. يا بطه احنا جيران، ومهما حصل مشاكل وحاجات كده مش لطيفه لازم وقت الازمات نقف جنب بعض، ده النبي وصى على 7 جار. معقوله انت يا ديسي تقول كده؟ للاسف كلكم واخدين عني فكره مش كويسه، لكن انا لو بصيتوا جوايا وجوا قلبي وقربتوا مني هتلاقوا ابيض زي الفل. باين لنا ظلمناك يا ديسي. مالك يا شوقي؟ شايل الهم ليه بس؟ كله من زفت الطين اللي اسمه عاطف ده. مال اللي متنيل على عينه ده كمان؟ عيل مهزوز كده وخارع، وانا خايف بصراحة لا يغلط ويقول على السر. تفتكر يعملها؟ وليه لا؟ خصوصا بقى ان اليومين دول عمال يحلم بسمير مصالح ده ويقوم مفزوع من النوم، والواد ده لو غلط هنروح في 60 داهية. لا وبغباوته قال لي بنفسه انه ساب بصمته في شقة الامريكاني. يا لهوي، طب ده كده يبقى خطر على نفسه وخطر عليك،
ده لو دخل الاسم وخدوا بصمته لاي سبب هيجيب رجليك يا شوقي. كله الا ما جايب رجلي. خلاص هات راسه قبل ما يجيب رجليك. يعني ايه؟ اخلص منه، اللي تعرف ديته اقتله. قلب الساعات اللي معاه ونهج على لبنان، ولا من شاف ولا من دري. لا 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 لا، ده برضه صاحبي وعشرة عمر. قرشك هو صاحبك يا شوقي، وخدها مني نصيحة، اخلص منه النهاردة قبل ما يورطك، بدل ما تندم عمرك كله انك معرفتش تخلص منه. هي دي الدنيا اللي بتحلمي بيها؟ هو ده البيت اللي كان نفسك فيه، اللي عملتي كل ركن فيه بمزاجك؟ كل ما ابص للونه اضحك وابقى مبسوطه. دلوقتي بقى بيك ابني بيفكرني باليوم المشؤوم ده اللي دمر لي حياتي كلها. كل حاجة بقى طعمها مر قوي، حتى القوة اللي جوايا اتسربت كلها وبقت ضعف، وشام اللي انا بحبه عمال بيحطم فيا وبيقوى عليا اكتر واكتر. اكيد مش ده البني ادم اللي انا حبيته، مش هو. انا راهنت عليه. انا اكتشفت ان انا اخترت غلط. مش ده بس اللي انا اخترته، لا، انا كلي غلط في غلط. ايوه انا كل حاجه فيا غلط. اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. يا ربي اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ماما ايوه استرها يا رب. انا بكلمها الموبايل بتاعها مقفول. ده مقفول من بدري قوي. يا ترى انت فين يا بنتي؟ يا ترى انت فين يا نانسي؟ انا امبارح لما عديت عليها في الجاليري جالها تليفون من واحد اسمه كريم. كريم صاحب ادب؟ معرفش، لما سالتها بتكلمي مين قالت لي هقول لك بعدين، بس ممكن جدا يكون هو كان عايزها في موضوع مهم وراحت تقابله. يا امير عارف كل ده وساكت. معلش يا عم انا مش واخد بالي انها معلومه مهمه. كريم ده مش صاحب ادم اللي جالنا؟ ايوه. تعمل ايه؟ هكلمه في التليفون. هو حضرتك تعرف نمره كريم ده؟ ايوه، كان اداها لي لما قابلته في الفيوم. تليفونه مغلق. طب هتعمل ايه يا جورجي دلوقتي؟ افتكرت. هو كان قال لي انه ساكن في عماره في الزمالك تحتيها مطعم كنت بروحه زمان. يعني حضرتك عارف عنوانه؟ بتهيالي كده. سهام، انا حاسه ان ممكن نديله فرصه اخيره. انتي يا امي اللي بتقولي الكلام ده؟ انا ومامتي خايفين عليكي، وانا حاسس ان سيف عايزك ترجعي له باي طريقه، وانت عارفه سيف عندي قد ايه، واحنا كمان مش قده. منين خايفين عليا؟ ومنين عايزين ترموني ليه؟ يا بنتي طالما عرف غلطته واشتراكي، تعالي نجرب يا حبيبتي بدل ما تخسري بيتك يا ضناي. امك معاها حق، انا حاسس ان انت لو رجعتي له عمره ما هيتطاول عليكي تاني ولا حتى هيضايقك. لا مش هرجع له حتى لو موتوني. مبسوطين؟ مش هرجع له. على كيفك يا بنتي، دي حياتك وانت حرة فيها. احنا كان كل غرضنا ان احنا نفكر معاكي. سهام، اللي تشوفيه صالح ليكي يا بنتي اعمليه. ايوه، من بكره هنزل هشتغل واشيل مسؤوليه نفسي. من بكره هنزل اشتغل، هو ده اللي هيحصل ومفيش غيره. دي مهما كان بنتنا الوحيده يا عبيد. جيب لي سيره البت دي تاني يا ام انا خلاص اتبريت منها. يعني انت قلبك ما بياكلكش كده وعايز تعرف اي حاجه عنها؟ تروح في 60 داهيه. عارف ليه ما ماتتش وريحتني؟
ما تقولش كده، حرام عليك يا عبيد الشر، بره وبعيد. بره وبعيد فين؟ بره وبعيد فين يا ام هنا؟ خلاص الشر بقى جوانا ولبت في حجرنا، وبنتك اللي جابته لحد البيت. على فكره انا عرفت ان هي قاعده عند صبره جارتنا. صبرا؟ ما هو دود المشي بيبقى منه فيه. انما انت عرفت منين انها عند صبرا؟ اوعي تكوني كلمتيها. ابدا يا اخويا، هو انا اقدر؟ ده انت كلمتك تمشي على رقبتي. انا بس كده لمحتها عندهم قاعده في الصاله. تروح في 60 داهيه ان شاء الله، حتى تولع بجهاز. اهي دي العمارة. متأكد يا دكتور؟ تعالى بس. أي خدمة يا فؤاد؟ هو الأستاذ كريم ساكن هنا؟ أيوه ساكن هنا. في أنهي دور؟ في الأول وفي الثاني. شكرا. بس ما جاش من امبارح. ما جاش من امبارح؟ أيوه. شكرا يا ريس. العفو يا فندم. يا ترى راح فين؟ أكيد نانسي معاه. وحضرتك ساكتين كده، احنا لازم نروح نبلغ البوليس فورا. اهدي يا طنط، مش كده، اهدي. اهدى ازاي؟ دي بنتي، لازم نطمن على بنتي. استر يا رب. يا اهلا وسهلا يا ادم، يا اهلا يا حبيبي. تصدق كنت هروح لك شرم لولا خالي لحقني وقال لي انك في الاقصر. اللي اقول له يا ادم، هو صحيح اللي بيتقال عنك في الجرايد ده ولا ده كلام صحافه وكده؟ والله يا عربي في شويه جد وشويه كلام صحافه. انا نفسي ما بقتش فاهم اي حاجه. موضوع طويل، هبقى احكيه لك بعدين. طب يعني هو يا ادم فعلا وانت صغير يعني اتربيت في افغانستان وكده؟ افغانستان؟ ده على اساس ان انا وانت مش متربيين مع بعض. معلش يا ادم اعذرني، معلش اصل انا الجرايد عماله تكتب عنك كتير اليومين دول فما بقتش فاهم حاجه. مش كل اللي بيتكتب في الجرايد صح. بص يا عربي، انا من الاخر كده جاي اتدار عندك يومين 3 لغايه ما اعرف هعمل ايه وربنا يسهلها معايا. ولو وجودي هنا يعمل لك مشكله اعتبرني ما قلتش حاجه، وكتاب الله ما هزعل منك. عيب عليك يا ادم يا جدع، الله ده بيتك ومطرحك. والله العظيم يا ادم لو قلت كده تاني لا ازعل منك. انت اخويا يا ادم وده بيتك، وانا معاك في اي حاجه لو على رقبتي. احنا اخوات يا ادم. ربنا يخليك يا عربي. وبعدين يا صاحبي ما تزعلش نفسك، هي بلدنا بقت كده، بقت عامله زي سوق الخضار، فيها بياعين وزباين، والبياع اللي يجعجع ويعلي صوته هو اللي بيلم الزبون حواليه. ان شاء الله بالذات الغلابه اللي زي حالتنا ملهمش مكان في السوق ده. معاك حق يا صاحبي. تفتكر بقى امتى هيبقى لينا مكان في السوق ده؟ جرايه عاطف، انت اربعت الازازه لوحدك. في ازازة تانية عندك لو عايز. ليه؟ هو انا عبيط زيك؟ انا عايز عقلي ده عشان افكر بيه، وبالطريقه اللي انت ماشي بيها دي
في خطر عليك وعليا، يعني لازم تفوق وتصحصح، والا هنروح في 60 داهيه. أنا تعبان أوي يا شوقي، أنا تعبان. نام يا صاحبي، نام. النومة الأخيرة إن شاء الله. معلش يا عربي، انا فلوسي خلصت وكنت بصراحة يعني جعان. عيب عليك يا ادم يا جدع، ما تقولش كده والله، ده انت في بيت اخوك يا ادم. وبعدين انا عارف ان انت يا عم جاي من سفر، فاكيد هتكون جعان، فعشان كده طلبت لك اكل وزمانه جاي في السكه. ربنا يخليك يا عربي. بقول لك ايه يا ادم، انا بعد اللي انت حكيته لي ده يعني بصراحه كده اكتشفت ان انت لازم تخلع من المشاكل دي، والحل الوحيد ان انت تسافر وتريح دماغك. ناس كتير نصحوني اهرب يونان، ايطاليا، بس معرفش اعدي هناك ولا عارف اروح اعمل ايه. يونان ايه ولا ايطاليا ايه ولا هجره غير شرعيه تغرق في البحر يا ترجع مسجون. شوف يا معلم، انا هعمل معاك الصح. انت تهرب على تل ابيب، ايوه اسرائيل. ومن حظك بقى يا معلم ان انا اعرف واحده اسرائيليه عايشه في تل ابيب، اظبطك معاها يا ادم وتاخدك وتيجي خالع على تل ابيب هناك. وهناك بقى يا معلم بسمع ان المصريين هناك بيتشالوا على كفوف الراحه، يا مرحب. وهناك يا صاحبي احسن من البهدله دي. عارف ليه يا عربي المصريين هناك يا مرحب؟ عشان قوة مصر في ولادها. لما انت واللي زيك وولادها يروحوا يشتغلوا هناك يبقى كده بيحرموا مصر من قوتها. بعدين يا اخي انت مش فاهم ازاي انت ممكن تسمح لنفسك انك تعيش في اسرائيل؟ طب ودم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويا عالم ايه اللي جاي كمان، عادي كده عندك؟ واضح يا عربي ان انت بقيت زي كتير قوي بقى عندهم مشاكل في النخوة. تعرف يا عربي، لولا ان انا محتاج استخبى عندك يومين 3 كنت تفيت في وشك ورميتك من البلكونه دي. جرى يا ادم، انا مش فاهم انت زعلت ليه يا عم، انا كل غرض ان انا اساعدك. مش فاهم والله العظيم، عارف انك مش فاهم. انا داخل انام. بتحبيني؟ ايوه. طب قد ايه؟ قد البحر وسمكاته بس؟ والسما ونجومها. بس؟ كفايه بقى، انت طماع قوي يا سيف. إحساس صعب لما تجبر نفسك على كره شخص كان بالنسبة لك العالم كله، والأصعب منه إنك تكرهه وجواك بيحبه. بحبك يا زينب، بحبك زينب، وحشتيني، وحشتيني أوي. خسارة كنت ملكي، كان نفسي أحافظ عليك، مقدرتش. انت اللي جابك هنا؟ اتفضل امشي. لا يا بطه، مش همشي الا لما اعرف جبتي ال1000 جنيه اللي اديتيها لاختي حمديه منين. انت مالك؟ يخصك في ايه؟ اللي ليكوا عندي فلوس وبس، واديني بس اديها لكم. امشي بقى بدل ما اصوت والم عليك الحاره. وحسك عينك تيجي هنا تاني ولا تتعرض لي. ليه كده يا بطه؟ ليه؟
ده انا مرزوق، مرزوق حبيبك. نسيتي حبنا يا بطه؟ حبنا ده كلام افلام. موضوعنا خلص يا مرزوق، وحياتي ما تتدخلش فيها ولا ليك دعوه بيا، بدل ما اعمل لك محضر وبهدلك. يا حصلت يا بطه. ماشي، الله يسامحك، الله يسامحك. الحمد لله على السلامة. انت لسه صاحيه؟ مستنياك. وتستنيني ليه؟ يمكن تحتاج حاجة. احتاج حاجه؟ وده من امتى بقى ان شاء الله؟ انت برضه لسه مش عايز تسامح؟ اسامح؟ اسامح في ايه ولا في ايه؟ ورغم كل ده انا كنت بسامح. عارفه ليه؟ عشان كان حقي، كنت بتنازل عنه بارادتي. لكن للاسف اللي احنا فيه دلوقتي ده مش حقي. امال حق مين؟ بنتي، حق بنتي، ومستحيل هفرط فيه. وانت لما تبقى كويس معاها يبقى انت كده بتفرط في حقها؟ دي تبقى خيانه ليها. مش انا امها مش عدوتها. وعدوتها كانت هتعمل فيها ايه اكتر من اللي انت عملتيه؟ ما كانش قصدي. جايز ما كانش قصدك، بس كان بمزاجك. حبك لنفسك ورغبتك في تحقيق تفاهاتك هدوا المعبد على دماغك. وللاسف يا منال، اللي بيتهد ما بيتبنيش تاني. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. انت كنت فين كل ده؟ انا قلت انك مش هتيجي. معلش يا جماعه، الشنطه هي فيها 50,000 جنيه. ناولنا بقى الهارد وفكهم وخلينا نمشي زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ مش لما اول نجيب الهارد ونمسح كل الفيديوهات اللي عليه وبعدين نقطع لكم تذاكر على اول رحله طالعه للاخره. انت بتقول ايه؟ ده انتوا مجرمين. وايه الجديد في كده؟ حد قال لك ان احنا دكاتره؟ طب يلا دكتور، قوم هات لنا بقى الهارد عشان نمسح كل الفيديوهات اللي عليه. كده ارجوك بلاش، دي حياة بني ادم متعلقة فيه. وماله حلو؟ ما هو لما يتحكم عليه بالاعدام ويموت دي بتقابليه في الاخره. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ هو احنا ليه نفسي نقرب من بعض اصلا؟ الظاهر ان ده حصل في اليوم اللي احنا كنا فيه كويسين مع بعض قبل الحادثة. يا دي النيلة، يا دي النيلة، ده ايه الحظ المنيل ده يا ربي؟ كان لازم يحصل حاجة في الليلة الزفت دي. انت بتسمي حمل منك يا هشام حظ منيل؟ كفاية انا لحد كده، كفاية. الواد اللي في بطنك ده لازم ينزل، فاهمة ولا لا؟ انت عايز تقتل ابنك؟ حرام عليك. عايز ارحمه، عايز ارحمه قبل ما ينزل للدنيا وتقتليه بتفاهتك واستهتارك. حرام عليك، اللي مجنون بيقتلني، حرام عليك. يا شيخة موتي بقى وريحينا، يمكن لو متي ممكن نترحم عليكي، لكن طول ما انت عايشة وبتعملي البلاوي السوداء اللي انت بتعمليها دي بنلعنك كل يوم كل لحظة. عياطي، دموع التماسيح دي ما بقتش اكل منها خلاص. عياطي بدل الدموع دم. بس مهما عياطي لازم تعرفي كويس قوي ان عمر الدموع ما هتغسل ذنبك، وعمري ما هسامحك.
عاطف عاطف عاطف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يرحمك يا عاطف، الله يرحمك يا صاحبي، الله يرحمك. شوقي بتعدد عليا ليه الصبح يا شوقي؟ هو أنت كويس؟ الحمد لله. هو في لا أبدا، أصلي كنت بحاول أصحيك ما بتردش يعني. ما انت عارف يا عم، انا تقلت ليلة امبارح في الشرب شوية ونمت متقول عشان انسى، ويا ريتني نسيت. سمير مصالح حب عليا في الحلم وخلاه كابوس، ما فوتش منه اللي عليك دلوقتي. بركة انك انت كويس. مش عارف في ايه يا شوقي، في ايه؟ ساعة الليلة ياها دي وانا حاسس ان ربنا غضبان عليا، كل شوية يبليني بمصايب. مصيبة ايه كفالة الشر؟ تصور امبارح بعد ما سبتني ومشيت اتحصرت قوي وانا نايم، فقمت لدورة المية فك حصرتي، لقيت تعبان في الحمام. اول مرة اشوف حاجة زي كده. عارف عملت ايه؟ اديته بالكسرولة على دماغه، طيرتها له، فرتكته. وايه اللي ودى كسرولة في الحمام يعني؟ بستحمى بيها يا شوقي، ما انت عارف المية على طول قطعة من عندي وبستحمى في الطبق. وتقول لي ربنا غضبان عليك؟ اهو ربنا نجاك اهو. اللي محيرني يا شوقي التعبان ده جالي منين؟ ده انا عمري ما شفت حاجة كده يا اخويا. يا سيدي ما تشغلش بالك، المهم الحمد لله على سلامتك انت يا صاحبي. انا قلقان على نانسي قوي يا عمي. نانسي عزيزه عليا جدا. نانسي اصلها من الحاجات القليله اللي سافرت ورجعت لقيتها زي ما هي نقيه. متشكر يا امير يا ابني على اهتمامك بيها. طبعا ما انتم متربيين مع بعض. بصراحه احساسي ناحيه نانسي اكتر من كده بكتير. وفي موضوع كنت عايز اتكلم مع حضرتك عليه بس الوقت مش مناسب. باسم الصديق ايه اللي بيحصل؟ نانسي في ايه؟ في ايه؟ طمنيني يا بنتي، في ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ كنت نانسي فين؟ بنتي كنت فين؟ احنا دخنا عليك عشان نعرف طريقك فين. في ايه؟ حصل لك ايه؟ انا كنت هموت يا ماما. بعد الشر عليك. الحظ كيكا كان عايز يخلص مننا، انا ربنا يسامحك. مين؟ مش وقته يا سيسي، مش وقته. الله البنت محتاجة تستريح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اؤمر. أنا عندي معلومات عن آدم عبد الحي الإرهابي. ادم عبد الحي الارهابي؟ مش ادم ده الارهابي بتاع مصر اللي قتل الامريكاني؟ هو ده يا باشا، آدم أمين عبد الحي. ماله؟ بس أنا قبل ما أتكلم حضرتك لازم أضمن حقي في المكافأة بتاعت السفارة، ولازم أضمن إنها ما تروحش لحد غيري. مكافأة ايه وزفت ايه على دماغك؟ استنى بس ما نشوف احمد بيه عبد الله هيعمل ايه في الموضوع ده. لا ادخل. سيف باشا، في اشاره مستعجله يا فندم جات لنا من الاقصر دلوقتي، بتقول ان الواد ادم عبد الحي مستخبي هناك. انت متاكد من الكلام ده؟ يا فندم الاشاره لسه جايه لنا حالا. سويتش بسرعه يحول لي الاقصر وبعت لي المقدم هشام مذكور بسرعه. ساعات. ها يا عربي، بالنسبة لآدم اللي انت جايبنا علشانه فين؟ فين؟ والله يا باشا أنا كنت سايبه هنا وجيت جبتكم وادينا جاي معاكم أهو. وحياة ماما هفرمك.
عيال صغيره معاك ولا ايه؟ ما انت انا يا باشا، انا والله العظيم ما اعرف اي حاجه يا باشا. انا الورقه دي لقيناها على كومودينو في اوضه النوم جوه، مكتوب